السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده كان يوم رائع جدا، يوم مليان حماس ورومنتادات حصلت في ماتشين رائعين جدا شفناهم واستمتعنا بيهم. الواحد كان حيران يتفرج على الماتش ده ولا يتفرج على ده. الصراحه انا كنت بجيب كام دقيقه من هنا وكام دقيقه من هنا عشان اقدر اتفرج على الماتشين مع بعض. ده بجانب طبعا اللي حصل في ماتش باريس وقدام النصر والهلال السعودي. قدر باريس ان هو يخلص الماتش بنتيجه 5-4، وكريستيانو رونالدو بيسجل وميسي بيسجل ومبابي بيسجل، كله بيسجل في الماتش، والماتش بيخلص بنتيجه 5-4. وكان ماتش رائع جدا. بس خلينا نتكلم النهارده على ماتشين بتوع الساعه 10 ما بين ريال مدريد وفيريا ومانشستر سيتي وتوتنهام. خلينا نبدأ بأول ماتش معانا ونروحوا لماتش مانشستر سيتي وتوتنهام. ماتش السيتي وتوتنهام كان ماتش رائع جدا. نجح توتنهام ان هو يسجل هدفين في الشوط الاول ويخرج من الشوط الاول وهو كسبان 2-0، لكن ما قدرش يستغل التقدم دوت في الشوط الثاني، وبينهار في الشوط الثاني قدام مانشستر سيتي وبيخسر بنتيجه 4-2 بعد ما كان كسبان 2-0. انطونيو كونتي، هو انا شايف من وجهه نظري ان هو بيأدي الايام الاخيره ليه مع توتنهام. الراجل بيأدي اداء سيء جدا مع توتنهام. احنا عارفين ان التوقيت دوت هو التوقيت اللي بيمشي فيه توتنهام المدرب اللي موجود، واستنى نجيبه مدرب مؤقت ومع بدايه الموسم نجيب بقى مدرب جديد. انطونيو كونتي بيعمل كل حاجه غلط. انا دلوقتي في لاعب زي سون، انا شايف ان هو مش في مستواه، ما بيعملش حاجه. الراجل شفاف في الملعب، ما فيش اي مساندات هجوميه، ما فيش اي مساندات دفاعيه، شفاف في الملعب. انا واحد زي دوت انا ما بستفدش منه بشيء. ليه افضل بلعب بيه طول الماتشات اللي فاتت وبلعب بيه الماتش دوت؟ ليه؟ وحتى الشوط الثاني ننزل بيه. طيب واحد زي ريتشارلسون كل مره بينزل في اخر ربع ساعه، طب ليه ما تديش ريتشارلسون من اول المباراه؟ مثلا نشوف ريتشارلسون مع هاري كين ومعاه كولوسيفسكي. ليه ان انت مصمم على سون؟ ريحه على الدكه، يمكن لما يريح على الدكه فتره وشويه يرجع لمستواه بعد كده. انما الوضع صعب جدا في توتنهام. انت دلوقتي انا متفاهم جدا ان انت كنت عايز تلعب بفان بريزيتش على رياض محرز، وكنت بتحاول بقدر الامكان ان انت تهدد مرمى السيتي. لكن هو السيتي اساسا هو اللي ساعدك. السيتي كان وحش جدا في الشوط الاول. تقريبا اول تسديده للسيتي على المرمى كانت من ريك لويس في الدقيقه 39 تقريبا. انما اللي انا مش متفهمه، انت ليه صممت؟ يعني انت متقدم 2-0، ليه في الشوط الثاني ما خرجتش مثلا ايفان بريزيتش ونزلت سيسونيان، بحيث ان هو عنده قدرات دفاعيه اكتر من بريزيتش وكان يقدر يقفل الجبهه شويه على رياض محرز. رياض محرز النهارده عمل ماتش رائع. كلمه قليله جدا هنقولها على رياض محرز ان هو فعلا يعني هو سجل هدفين وكان السبب في تسجيل الهدفين الاوليين. يعني هو اللي رجع تاني السيتي للماتش. رياض محرز عمل ماتش رائع جدا قدام توتنهام، يستحق ان هو يكون اساسي في تشكيله جوارديولا، لان هو مش بيلعب في منظومه، لا هو بيلعب لوحده. اداء فردي ممكن يخلص لك الماتش تمام، او مثلا التكتلات الدفاعيه هو هيقدر يخلصها لك بلمسه سحريه، ده كفايه الكنترول بتاعه. انما النهارده انا يعني عتابي مع جوارديولا بس ان انت ريك لويس مش زي جو كانسيلو، او مش زي زيتشينكو اللي راح ارسنال. لا هو مش زيهم، مش لعيب مثلا اللي هيزيد في ناحيه خط الوسط وهو اللي هيملي لك العمق نص الملعب والكلام دوت. لا هو الراجل كورته حلوه ولا بيأدي اداء كويس، لكن هو ما يلعبش في نص الملعب. الراجل بيلعب باك، ما ينفعش ان انا اجيبه واحطه بقى نص ملعب. لا يعني انا مش متفاهم ليه انت عايز تغير طريقه اللعب ان انت تلعب بطريقه 3 ورا. ليه مثلا جواو كانسيلو مش في مستواه؟ ماشي ما فيش مشكله، بس وجوده على الاقل في الملعب بيديلك حريه اكتر ان انت الباكين عندك بيزيدوا نص الملعب. جواو كانسيلو بيعرف يقوم بالدور ده، لكن ريكي لويس مش هيقدر يقوم بالدور ده. فانا من وجهه نظري الصراحه رومونتادا السيتي على توتنهام هو بطلها الاول طبعا رياض محرز من وجهه نظري، ولا جوارديولا ولا اي لاعب تاني. جوليان الفاريز فعلا بيقدم اضواء المهاجم كما يقول الكتاب. وهالاند يرجع مره تانية للتسجيل، التسجيل بعد غياب تقريبا ماتش ولا 2، لكن قوه السيتي النهارده كانت متمثله في رياض محرز. لو كان خسر النهارده جوارديولا كان العتاب هيجيبوا عليه ان هو مقعد دي بروين دكه ومقعد جو كانسيلو دكه. دي انا ما فهمتهاش. يمكن السيتي هو اللي عطى التقدم لتوتنهام. الهدفين اللي جابهم توتنهام هي اخطاء من لاعيبه السيتي في الاول وفي الاخير، هم اللي اخطاوا وهم اللي عطوهم الهدفين.
في الشوط الاول توتنهام ما قدمش الشيء اللي نقوله ده عمل ماتش رائع. لا، هو السيتي هو اللي ساعده ان هو يتقدم عليه 2-0، والسيتي هو اللي رجع تاني في الماتش في الشوط الثاني وقدر ان هو يخلص الماتش 4-2، وكان ماتش رائع جدا من وجهة نظري، وبيقرب شويه من ارسنال، الفرق تقريبا 6 نقاط، مع ان ارسنال ليه مباراه لسه هيلعب. بس الفرق لما يكون 6 لو ارسنال كسب هيبقى الفرق 9 نقاط، فرق كبير بس لسه ما ننساش ان في ماتشين ما بين السيتي وارسنال هم دول اللي هيحسموا لقب الدوري الانجليزي. بس ده كان كلامنا على ماتش السيتي وتوتنهام. نيجي بقى لماتش ريال مدريد وفياريال. ماتش ريال مدريد وفياريال، ريال مدريد بيقدم ماتش، بصوا هو يعرف يتكلم، هم ما جوش تقريبا في الشوط الاول تماما. فياريال ماسك الكوره، هو اللي بيهاجم وهو اللي بيهدد وهو اللي بيروح على المرمى، وحاول ان هو كذا كوره قبل ما يسجل هوب بيخطف الجون الاول اول 4 دقائق تقريبا، بعد كده بنشوفه بيخطف الجون الثاني، وريال مدريد مش موجودين في الملعب تماما. يعني انا مش فاهم، يعني حتى ان هو لعب صح، هو ما لعبش في التشكيل، لعب ب 3-4-3 المعتاده، حتى رودريجو لعبه جناح معاه فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما. لا، ريال مدريد في الشوط الاول مش موجود تماما. شفنا فياريال بيمسك كوره، بيصنع لعب، بيحاول يسدد على مرمى كورتوا انقذهم في كذا كوره، لكن كورتوا مش هو هيفضل المنقذ الوحيد، لا ده دفاع ريال مدريد كله كارثه، خصوصا في الجون الثاني بتاع شيكوزوي. بيلعبوا الكوره، يعني لاعبي مهاجمي فياريال بيلعبوا الكوره وهوب بتروح لشيكوزوي وهو لوحده تماما في منطقه ال 18 وبيسدد جون انفراد تقريبا بكورتوا. انا ما فهمتهاش، عشان بعد كده يخلص الشوط الاول بفضايحه باداء اللي زي الزفت من ريال مدريد. ده بيدفع فاتوره طبعا عدم تعاقد مع صفقات تقيله في الصيف، ولغايه دلوقتي ما شفناهمش في موسم الانتقالات الشتويه بيعملوا اي حاجه، او ان هم بيجروا على لاعب معين يحاولوا يدعموا بيه الفرقه. لا، ده في بيقدموا اداء سيء جدا، والاداره نايمه. كارلو انشيلوتي ده راجل في حته تانية خالص، انا مش عارف هو تقريبا انتهى، تقريبا ما عندوش حاجه يقدمها جديد. لكن بيبدا الشوط الثاني وبيقدر ريال مدريد بشخصيه البطل، حاجه تانية غير كده لا. ريال مدريد بيرجع شخصيه البطل اللي كانت معاه في موسم دوري الابطال السنه اللي فاتت، وبيقدر ان هو يعمل رومونتادا على فياريال وبيسجل 3 أهداف وبيتاهل لربع نهائي كاس ملك اسبانيا. فينيسيوس جونيور شفناه الشوط الثاني بيقدم اداء كويس، بيحاول يصنع. شفنا اسينسو لما نزل الفرقه اتغيرت تماما في الناحيه الهجوميه. سيبايوس عمل يعني عطى حيويه نص الملعب بديل لتوني كروس. يعني انا عتابي الوحيد على فينيسيوس جونيور بالذات ان اللعيبه كانت مركزه بشكل كبير جدا مع الحكم. يعني فينيسيوس جونيور دلوقتي بقى بيعترض بشكل مبالغ فيه جدا. حتى شفناه بيتكلم مع مش عارف مين من دكه فياريال، وحصل مشاده بينهم بسيطه كده، انما الحكم تغاضى عنها. الحكم عنده اخطاء بالمناسبه في المباراه، في اخطاء تحكيميه كتير في المباراه، لكن ماشي مش مشكله دلوقتي هنعدي اخطاء التحكيميه، مش هو ده كلامنا عنها. انما ريال مدريد في الشوط الثاني هو حاول رجع في المباراه بشخصيه البطل. انا بالنسبه لي هو كريم بنزيما بيحاول، لكن النهارده ما جاش. اللعيبه كلها ما جاتش الشوط الاول. فينيسيوس جونيور قدر ان هو يرجع ريال مدريد تاني في المباراه، ده من وجهه نظري بهدف اول سجله وبعد كده صنع هدف. كان ممكن يسجل هدف تاني قبل هدف إيدر ميليتاو وروديجير. لا، هم مش نافعين دفاعيا، هم دفاعيا ملط. يعني انا من وجهه نظري ما ينفعش يلعبوا الاثنين جنب بعض في الدفاع. انا يعني في حاجه كده، يعني انا كنت شايف ان ممكن ريال مدريد يستخدمها ان هو يلعب بثلاثه ورا. يعني ممكن يلعب مثلا بروديجير وجنبه إيدر ميليتاو وجنبه ناتشو، ويطير الاثنين بقى خلاص. ما انت مثلا هنا لوكاس فاسكيز لما يرجع مثلا وفيرلاند مندي ويطيروا، وخصوصا ان عندك فيرلاند مندي عنده ادوار دفاعيه هيرجع يساند في الدفاع. لوكاس فاسكيز بقى هو على الله حكايته في الدفاع، او حتى كارفاخال، الاثنين زي الزفت، وهو اساسا مش عايزين يجيبوا باك يمين. فما يعني انا شايف ريال مدريد عشان يظبط المشاكل الدفاعيه اللي عنده وهو يلعب 3 ورا بس، دي حلها الوحيد، ويبقى فينيسيوس وبنزيما بس هم اللي قدام، وخلي رودريجو خليه راجل بديل، مش حاجه غير كده. لكن بالمنظر اللي احنا شفناه في الشوط الاول لريال مدريد، لا ريال مدريد صعب جدا ان هو يكمل الموسم بالشكل دوت. ربنا سترها معاهم ومشيت معاهم.
وحققوا رومونتادا ورجعوا تاني لشخصيه البطل. بس لا الوضع صعب. في ناس بقى ايه يعني مشجعي ريال مدريد يقول لك شخصيه البطل رجعت، ده الطريق نحو الخامسة عشر. لا يا جماعه ما تحلموش ان الموسم السنه اللي فاتت يتكرر تاني وريال مدريد يقدر يحقق دوري الابطال. انا شايف ان صعب جدا ان ريال مدريد يحقق دوري الابطال السنه دي بالتشكيله اللي موجوده دلوقتي وبعد مستويات اللعيبه اللي موجوده. اعمار اللعيبه نفسها يعني مودريتش وتوني كروس هم كبار مش قادرين يقدموا حاجه جديده او مرهقين بدنيا، خصوصا مودريتش اللي لعب كاس العالم وراجع تاني على ريال مدريد. لكن وضع ريال مدريد لو لعب او استمر بالاداء اللي شفناه في الشوط الاول لا هو صعب. حتى الشوط الثاني لا هو كان ممكن يخسر كمان في الشوط الثاني عادي جدا، رغم ان هو راجع في النتيجه لكن هو عادي جدا كان ممكن فيا ريال يسجل. هو دفاع ريال مدريد هو مش موجود تماما. اي حد عايز يسجل جون فهو الدفاع مباح، الوصول لمرمى كورتوا مباح. بس فهو ده كلامنا على الماتشين بتوع النهارده اللي استمتعنا بيهم بجد، وقبليها ماتش باريس والنصر والهلال السعودي.